نحن حررناكم، وبما أنه نحن حررناكم هلأ رح نحكمكم، وأنتوا كشعب ما بيحق لكم أبداً إنكم تنتقدونا، وإذا حبيتوا تنتقدونا بالبداية لازم تتشكرونا لأنه حررناكم. هذا العنوان للأسف عم يتبناه كتير من الناس، بس شو هي الحقيقة؟ هل فعلاً هن حررونا؟ عملية ردع العدوان هي نتيجة لتضحيات السوريين على مدى 14 سنة. مين اللي ضحى؟ أمهات الشهداء والمعتقلين واللي ماتوا برصاص النظام بالمظاهرات، والناس اللي طلعت تظاهرت، والمثقفين اللي وقفوا مع الشعب السوري، وضحايا الكيماوي وضحايا البراميل المتفجرة والقذائف الهمجية اللي كان يزتها النظام على جميع مدن السوريين، المهجرين داخل وخارج سوريا، الناس اللي غرقت بالبحر، والناس اللي تغربت وتركت بلدها وتركت أهلها وأصدقائها لحتى تطلع وما تنشحط على الجيش وتروح تقتل أهلها. اللي ضحى الناس المغيبين اللي لحد هاللحظة ما عرفنا وينهم، ولا عرفنا شلون انقتلوا، ولا عرفنا مين قتلهم. واحد منهم أخي. كل يوم عم نلاقي مقابر جماعية. أصحاب هي المقابر الجماعية هن اللي ساهموا بتحرير سوريا بعد رب العالمين. لذلك الناس اللي كانت مع عملية ردع العدوان مو هن لحالهم اللي حررونا. اللي حررنا هو رب العالمين بداية. 2، غالبية الشعب السوري هن اللي حرروا، هن اللي ساهموا بتحرير هاي البلد. لذلك ما بصير السلطة تكون حكر على مجموعة من الأشخاص اجوا من شمال سوريا، وهدول الناس اللي قدموا تضحيات هن مو بس سنة، صح الغالبية سنة، ولكن هن مو بس سنة، في علويين وفي دروز وفي أكراد وفي مؤمنين وفي عصاة وفي ناس ملحدين وفي مثقفين وفي جاهلين. يعني جميع فئات الشعب السوري ساهمت بتحرير سوريا. والمجاهدين اللي حاربوا بعملية ردع العدوان هدول ناس حاربوا لله، في منهم استشهد، واللي ما استشهد عم يحافظ على الجهاد تبعه وما عم يطلع على العلن ويقول نحن حررناكم. هاي الفئة من الناس اللي عم تقول نحن حررناكم هدول ناس متسلقين، كانوا بالصفوف الخلفية لعملية ردع العدوان. كل ما تتحرر منطقة يركبوا سيارتهم ويشغلوها ويمشوا ويروحوا ويصوروا. لذلك خلينا نحكي بموضوعية. كل الشعب السوري ساهم بتحرير سوريا، وكل الشعب السوري له الحق انه يقرر مصير سوريا، وكل الشعب السوري وخصوصا الكفاءات إلها حق انها تحكم سوريا. عم نسمع كتير على انه وزير العدل عم يوظف زوجته ويوظف اخته ويوظف ابنه، وعم نشوف كتير مواكب لوزراء وخدم وحشم ومرافقة. هاي المظاهر ليست مظاهر ثورية. خلينا نراجع حساباتنا يا حكومة ونخدم الشعب، وما نحتكر السلطة بإيد أشخاص معينين.